في رحلة الحياة كل واحد منا يمر بلحظات ضعف وانكسار وشعور بأن الطريق أصبح أثقل مما نحتمل، لكن في كل قصة دائما هناك شعلة صغيرة تعيد لنا الأمل. في هذا الفيديو سنعيش حكاية شاب ظن أن كل شيء انتهى قبل أن يكتشف أن أصعب اللحظات هي بوابة القوة. قبل أن نبدأ، إذا أعجبتك هذه النوعية من القصص وكنت تحب المحتوى التحفيزي، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. والآن دعونا نبدأ القصة. في مدينة صغيرة هادئة عاش شاب يدعى سليم. كان معروفا بطموحه واجتهاده، لكنه مر بمرحلة صعبة، فقد خسر عمله وبدأ يشعر أن كل شيء ينهار من حوله. كل صباح ينظر إلى المرآة ولا يرى سوى شخص فقد بريقه، شخص لا يعرف من أين يبدأ من جديد. في إحدى الليالي خرج يمشي بلا هدف تحت ضوء القمر، يفكر: هل انتهى كل شيء؟ هل تعبت بلا نتيجة؟ لماذا الحياة قاسية؟ بينما كان يجلس على حافة جسر قديم، سمع صوت رجل عجوز يقول له: لماذا تجلس هنا يا ولدي؟ العتمة ليست نهاية، العتمة بداية الضوء. التفت سليم فرأى رجلا في 70 من عمره، ابتسامته عميقة وهادئة وكأنه يعرف ما يدور في قلبه. قال سليم: أنا ضائع، لا أعرف من أين أبدأ ولا أعرف لماذا أتعب دون أن أصل. رد العجوز: من قال إنك لم تصل؟ أنت لم تبدأ الرحلة الحقيقية بعد. قرر سليم أن يمنح نفسه فرصة أخيرة. كتب على ورقة 3 أهداف بسيطة: 1. أتعلم مهارة جديدة. 2. أطور نفسي يوميا ولو بخطوة صغيرة. 3. لا أتوقف مهما سقطت. بدأ بالقراءة، حضور الدورات، ومحاولة صنع مشروع صغير. كانت الأيام صعبة، فشل كثيرا، تعب أكثر، لكن هذه المرة لم يستسلم، وكان يسمع صوت العجوز في أذنه: الجبال لا تصعد بالقفز بل بالخطوات الصغيرة. بعد 6 أشهر من العمل كان مشروعه على وشك النجاح، لكن خطأ واحد صغير كاد يدمر كل شيء. شعر أن العالم يعاد ضده مرة أخرى. جلس على الأرض، نفس المكان الذي فقد فيه الشغف أول مرة، وقال: لماذا يحدث هذا معي؟ لماذا كلما اقتربت أسقط؟ وفجأة ظهر الرجل العجوز مجددا ووضع يده على كتف سليم: تسقط لأن الله يريدك قويا لا جاهزا، يريدك أن تتعلم لا أن تصل بطريقة سهلة. هذه الكلمات كانت الشرارة. عاد سليم ليصلح أخطاءه، يراجع، يحاول، يخطط بشكل أقوى ويركز أكثر. وبعد أسابيع من العمل المتواصل أطلق مشروعه الجديد أخيرا وبدأ ينجح بشكل لم يتوقعه. عادت الثقة، عاد الشغف، واحترمه الجميع لأنه لم يستسلم أمام الانكسار. وفي يوم من الأيام عاد إلى الجسر، لكن هذه المرة ليس ليجلس حزينا بل ليقف بثبات ويبتسم، فقد عرف الطريق. العبرة من القصة: النجاح لا يأتي لمن لا يسقط بل لمن يسقط ويقف من جديد. المعاناة ليست نهاية، هي تدريب، والضوء الحقيقي يولد من داخل الظلام.